MBC مصر لا صحة لوقف برنامج باسم يوسف. حضراتكم عارفين من الصبح كان بيتم تداول عدد من ايميلات ان الMBC مستاءة انه باسم في الحلقة الاخيرة هاجم قناة العربية، او قناة العربية زعلت فهيوقفوا البرنامج والبلد كلها اتقلبت والحقوا باسم. النهارده الMBC طلعوا بيان رسمي انه لا صحة وانه البرنامج شغال وانه مفيش اي مشكلة. مفيش اي مشكلة، عشان بس الناس النهارده من الصبح كلهم وشفت والحق وحاسب ناس ماشيين بما يرضي الله اهو، والراجل بيعمل البرنامج بتاعه كل اسبوع وبيقول كل اللي هو عايزه. لو في حاجات هو بيشيلها ده موضوعه هو، انما هو بيقول كله، وده مهم جدا وانا مهتم بالحكايه دي جدا، ان دايما يقول اللي هو عايزه. وناس كتير تقول لي انت ما بتزعلش من اللي بيعمله باسم؟ ارد اقول لا، وارد اقول لو في حلقه باسم مش حاطط لي حاجه ازعل. هو ده الاعلام، هو يقول وانت تقول، هو يقول زي ما انت عايز وانت تقول زي ما انت عايز. ولا مره ان انا يقول لك ايه ارد بقى اقول ولا اي حاجه. ده برنامج ساخن، الراجل اللي بيقول رايه وانا بقول رايي، انا لو عايز اقول عنه اي حاجه هقول. ولما البرنامج اتقفل قعدت الجرايد الاجنبيه كلها تكتب حكم العسكر والقبضه الحديديه. ولما باسم رجع واتكلم محدش عبرنا. ولما باسم حلقاته الثلاثه الاولانيه كلها تريقه على كل الناس الكبار في الدوله، محدش قال البلد دي فيها ديمقراطيه. ولا حد قال لنا انتوا فين. انما احنا بينا وبين بعض يا اولاد عارفين ان باسم بيقول كل اللي هو عايزه ما عدا اللي هو بيشيله. وده من حقه، بعد ما بيشتغل ممكن يبقى عايز يشيل حاجه، عايز يخلي حاجه، هو حر. انما هذا الوطن فيه ان باسم يوسف يقول، وعمرو اديب يقول، وابراهيم زكي يقول، وكل حد يقول اللي هو عايزه.